عارفين الشيخ دوت؟ ايوه، اسمه الشيخ محمد ابو بكر، اكيد كلكم عارفينه. هو شيخ مشهور وليه برامج كتيره على السوشيال ميديا، وبيطلع في قناه معروفه جدا مش لازم اقول اسمها. المهم ان الشيخ اتسال من واحده عندها قطه، بتربي قطه. طبيعي اللي بتربي قطه فانها بتنفق عليها وبتهتم بيها وبتطعمها وبتاكلها وبتشربها. عشان ما اطولش عليكم، الشيخ قال لها ان الفلوس دي اولى بيها ناس غلابه وناس فقراء، وانك انت تصدقي بقى سواء لغزه وكده، معنى كلام الشيخ يعني. وبعدين قال لها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركيها تاكل من خشاش الارض. فاحب اوضح لحضرتك يا شيخ محمد ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الكلمتين دول. اصل الكلمه دي لو حد بيربي قطه وسمعها هيفهمها غلط. اتركيها تاكل من خشاش الارض يعني سيبيها، ما تربيهاش، خليها تاكل من الشارع من الطريق، اوعى تربي قطه. فممكن يكون الشيخ محمد بس هو زل بالكلمه دي، ومش عيب ابدا ان احنا نغلط، وممكن واحد يزل، ممكن واحد ينسى، ممكن واحد يفسر حاجه غلط. ما حدش فينا معصوم، وارد جدا ان احنا نغلط واحنا بنصلح لبعض. الدين النصيحه. والصحيح يا اختي الفاضله انه يجوز ان الواحد او الواحده تربي قطه واثنين وثلاثه في بيتها، مفيش اي مشكله، مش حرام، بل هي تؤجر على كده. والله تؤجر على كده، لانها تاكلها وتشربها وتقتنيها وترحمها من جلسه الشوارع وخناقه الشوارع واكل الشوارع وضرب الشوارع واهانه الناس ليها. وعندنا في الدين بتاعنا من الحاجات اللي بتدخل الجنه اطعام الطعام، مش بس الانسان اللي انا اكله، انما ممكن يكون انسان او نبات او حيوان او طائر او اي حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم كان مره بيتوضى، فجت قطه كده عاوزه تشرب من الميه اللي كان بيتوضى فيها، فالنبي عليه الصلاه والسلام مدلها الاناء فشربت. الناس افتكرت ان القطه نجسه، فقال لهم انها ليست بنجسه، انها من الطوافين عليكم والطوافات. القطه لعابها ده مش نجس، لو هي شربت من حاجه ما تنجسهاش، لكن انت بتقرف دي حاجه تانية. والطوافين عليكم والطوافات يعني بتخش عندكم البيت وتطلع من هنا وتخش في الاوضه دي وتطلع على السرير ده، فرايحه جايه في البيت، فعادي مش زي الكلب، خلي بالكم. فهي لا تمنع دخول الملائكه زي الكلب. موضوع ذكر الكلب ده عاوز تفصيل في فيديو مستقل ان شاء الله هنوضحه بالتفصيل. وما بقى عن الانفاق على هذه القطه، هل الاول ان انا كنت اتصدق بيها للفقراء والمساكين واخواتنا في غزه وكده؟ مين قال لحضرتك يا شيخ محمد ويا كل واحد بيعتقد كده ان الانسان اللي بيربي حيوان اليف ما بيتصدقش؟ عادي جدا، ممكن اكون موسع عن اهل بيتي والشارع العربيه اللي انا عايزها واتصدق واؤدي زكاه مالي. عادي جدا ممكن اكون مربي قطط كتيره جدا وبرضه في نفس الوقت بتصدق بمال للناس الفقراء والمحتاجين. خير انا بعمله، وتربيه القطط ده خير برضه انا بعمله، لاني اؤجر على كل لقمه القطه بتاكلها وكل شربه القطه بتشربها من ايدي. في ولد صغير كده اسمه عمير كان بيربي عصفور طائر كده، فلما مات الطائر حزن عمير، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له انت بتستهبل، بتحزن على ايه؟ احسن راحت كنت وفرت الفلوس وتصدقت بيها للفقراء. لا، ما قالوش كده، انما هزر معاه وقال له ماذا فعل النغير يا ابا عمير؟ ما نهوش ان انت ما تنفعش ان انت تربي طائر او حيوان اليف او قطه او سلحفه او اي حاجه، طالما انت بتطعمها وتسقيها وبتهتم بيها وبترعاها وبتطعمها في الاوقات بتاعتها عشان خوفا من الامراض، فلا حرج في ذلك، بل تؤجر على فعل ذلك. سيدنا ابو هريره رضي الله عنه كان صحابي من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمي بهذا الاسم ابو هريره إلا لأنه كان يربي قطة ويطعمها ويسقيها ويقتنيها، فسمي ونسب لهذه الهرة أبا هريرة. أما الحديث اللي ذكره الشيخ محمد أبو بكر، كلمة خشاش الأرض، اتركها أو دعها تأكل من خشاش الأرض، مش نص الحديث كده يا شيخ. إنما بكل بساطة النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع الصحابة فبيقول لهم إن في واحدة دخلت النار في هرة، ربنا هيعذبها عشان خاطر قطة. طب إيه القطة دي عملت معاها إيه؟ اسمع، حبستها، يعني قعدتها جوه في البيت كده وقفلت عليها باب الشقة جوه قفص أيا كان، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني هي ما سابتهاش تاكل من الشارع ولا جابت لها أكل إن هي تاكل في البيت وتطعمها كده وتهتم بيها، لا، حبستها وجوعتها وعطشتها فماتت القطة. قلبها نزع منه الرحمة فحق عليها أن تتعذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ده اللي فيه خشاش الأرض ده بيدلك دلالة صريحة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن تربية القطط، أقرها إن هي تربي القطة، لكن مشكلتها مش في تربية القطط، مشكلتها إن هي ما أكلتهاش ولا شربت. فلو ابنك او بنتك عاوزه تتبنى قطه، روح اتبنى لها قطه وهات كده قطه كده وخليهم يربوا حتى في رحمه وتاكلوها وتشربوها، يمكن يكون ده سبب لدخولكم الجنه. وهنا سؤال مهم جدا هختبركم فيه، حد يعرف اسم سيدنا ابو هريره الحقيقي؟ معروف بهذا الاسم ابو هريره نسبه الى هذه الهره وهذه القطه. طب مين يعرف اسمه؟ اكتبوا لي تحت في التعليقات. حلو الكلام، كلام جميل. شير بقى الكلمتين حلوين دول فدلوا على الخير كفاعله، عشان نعرف الناس ان تربيه القطط مش حرام، بل تؤجر على تربيتها ان اطعمتها وسقيتها. مش هوصيكم تشتركوا في قناه اليوتيوب الجديده دي، ايوه، اللي اسمها شريف عبد الله باللغه العربيه، هي دي صورتها اللي انتم شايفينها قدامكم، فلما اعمل اي فيديو زي دوت يوصل لكم بفضل الله عز وجل. واوعوا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام.